ببتدي لقائي مع ضيفنا النهارده ونجمنا النهارده اللي منورنا. اللي برحب بيه الاستاذ الدكتور حسن السعدي، استاذ التاريخ القديم والحضاره المتفرغ بقسم التاريخ والاثار اداب الاسكندريه. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بسيادتك والساده منورنا، المشاهدين. واكيد مشوار ثري جدا، مشوار طويل عشان يتوج كمان بجائزه الدوله التقديريه. لكن قبل ما نبدا حديثنا ومشوارنا خلينا نتابع مع حضرتك ومع الساده المشاهدين هذا التقرير ونرجع مره تانية. خليكم معنا.
برحب بحضراتكم مشاهدينا مرة تانية، أهلا وسهلا بيكم. وبنبدأ لقائنا بضيفنا بنرحب بيه النهاردة ونجمنا لحلقة النهاردة الأستاذ الدكتور حسن محمد محي الدين الشهيد دكتور حسن السعدي، أستاذ التاريخ القديم والحضارة المتفرغ بقسم التاريخ والآثار آداب الإسكندرية. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور، منورنا. الله يخليك. شكرا دكتور. في البداية طبعا أحب أهني حضرتك بجائزة الدولة التقديرية لعام 2023، وطبعا بتصور أنها نتاج لمسيرة طويلة وجهد وتعب، مجهود كبير بذلته سنوات طويلة لحتى نحصل على هذه الجائزة. هي طبيعة جوائز الدولة ان في اولها التشجيعية طبعا دي. أيوة. دايما بتبقى هم في مقتبل الحياة العملية، واستحدثوا التفوق وسط بين التشجيعية والتقديرية. أيوة. لكن التقديرية هي فعلا زي ما حضرتك تفضلتي، هي بتبقى زي ما يعني ارتباطها باسم الدولة المصرية، وهو ليس بالقليل يعني. طبعا. فكأن الدولة بتقول شكرا بطريقتها. صح. فالحقيقة هي لها مكانة نفسية كبيرة كمان. لها وضعها الخاص طبعا، ولها مكانتها، بالذات لما تعرفي ان اول واحد حصل عليها كان طه حسين يعني. ف يعني الواحد لما يبقى اسمه مدرج ضمن يعني كوكبة من مفكري مصر ومثقفيها عبر أكتر من عقدين ثلاثة، ده في حد ذاته يعني لا يستوجب وقفة يعني. طبعا طبعا. هبتدي مع حضرتك كمان بقى من البداية خالص عشان نشوف هذا المشوار اللي توج بهذه الجائزة. هبتدي من مكان الميلاد والنشأة. والله أنا سعيد إن أنا طنطاوي يعني. من طنطا؟ طبعا. يعني من أتباع السيد البدوي يعني زي ما بيقولوا. طبعا المولد لعب دور. السفر للمغرب مع الوالد في مرحلة الطفولة لعب دور. ده احنا هنتكلم عليها بقى كل مرحله. احنا اتولدنا في طنطا مبدئيا. طبعا الاسره كانت اتولدنا في طنطا عشان يعني الاسره كانت الاب والام الاثنين من هناك، يعني من طنطاويه الاصول والى الان واغلب الاسره هناك يعني. انا بس اللي هجيت شويه يعني بره السرب. يعني هي التغريد بره السرب احيانا بيبقى له مردوده الايجابي. ده حقيقي، بالذات لما الواحد ينفتح على عوالم مختلفة اكثر اتساعا. لان مشكلتنا ان الاقاليم يعني تظل ينظر اليها على انها اقاليم. ودي مشكله الحقيقه، بس هي مش مشكلتنا احنا بس. يعني دايما العواصم والمدن الكبيره في اي دوله الاضواء عليها اكتر طبعا. حتى زمان يعني. أيوة. انا فاكر في معجم البلدان مثلا لياقوت الحموي، وده من الحاجات المشهوره. ويتكلموا عن ميزه اهل العاصمه على بقيه المدن يعني. ادور الميزه دي الاقي طبعا عشان ما كانش فيه وسائل اتصال سريعه. فلانهم اعلم ناس، اول ناس يعني بوفاة الحاكم مثلا. الحاجات الطريفة دي لما تشوفيها في الكتب وتبتدي تطبقيها على واقعنا دلوقتي، تقول طب ما احنا محتاجين بقى نغير علشان ما يفضلش نفس المفهوم قائم عبر العصور. صح. يعني ايوه، يتوارثه الاجيال. طول عمر العاصمة في اي حتة في الدنيا لها مذاقها الخاص طبعا. يعني انا زرت من العواصم كتير يعني. زرت الرباط في المغرب، الرياض في السعودية، الكويت في الكويت، زرت سراييفو، زرت لا جنيف مش عاصمة طبعا. يعني اللي انا طبعا قلت الرباط. احنا عشنا في المملكة المغربية فترة كبيرة. لندن طبعا بحكم الدراسة في انجلترا. طهران رحت ايران يعني. كل العواصم دي سبحان الله تلاقي السمت واحد. بتختلف بس في
نمط الحياه واسلوبه. ايوه. لكن كلها الاقبال عليها، المركزيه، الزحمه، فتره الراش اور دي طبعا استحاله اساسيه في كل طبعا ساعه العواصم. الذروه دي يعني غير طبيعيه طبعا. وعشان وهكذا. كمان بيبقى فيها الاماكن الخدميه الكبيره في معظم الى حد العواصم. كبير طبعا. طبعا دلوقتي حكايه الحكومات الالكترونيه فرقت يعني شوية. فهي بس طبعا مرتبطه بحاجتين، ان يكون عندك بنيه اساسيه كويسه، ونمره 2 يكون الناس بتعرف عندها تتعامل قابليه طبعا انها تتعامل مع الكلام صحيح. ده. هرجع تاني لطنطا بقى. قعدنا في طنطا لحد كام سنه قبل ما نسافر؟ لا قبل ما نسافر المغرب. لا انا سافرت عندي سنتين في المغرب. يعني ما لحقتش تفتكر حاجه عن الطفوله في طنطا؟ احنا طفولتنا كده. لا رجعت، اصل انا رجعت وانا في 5 ابتدائي. اوكي. يعني من 57 ل 67. بس حضرتك فتحت عينك، يعني بدات تفهم وتشوف الدنيا وتتذكر يعني ذكريات الطفوله البدايه كانت في المغرب. لكن تقدري تقولي ان الذكريات باهته الى حد كبير. مع ان 5 ابتدائي ده سن كبير. مش لا، ما هو موجوده بصورها وبحاجتها. لكن اللي عايز اقوله انها عامله زي الجيكسو يعني، او اللعبه اللي هي قطع، فممكن ما تبقاش كامله. في طنطا وكده. لا بس لازم حضرتك تحكي لي عن الفتره بتاعت المغرب دي، لانه هي نقله كمان لطنطا. المغرب كانت الميزه فيها حاجتين. الحاجه الاولانيه المدرسه. فكان التعليم الفرنساوي كان مهم جدا. والحاجه الثانيه ان انا بدات اشوف مصر اللي انا ما عشتهاش من بره. يعني بمعنى ايه؟ يعني ازاي؟ اولا الشعب المغربي يحب المصريين جدا جدا يعني. وانا طبعا خدت بقيه الابتدائي، المرحله الاعداديه، الثانوي، حتى الجامعه كان لسه فاتحين كليه الاداب. وانا طبيعي كنت واخد قراري من وانا في ثانيه اعدادي ان انا هدرس اداب وقسم تاريخ. حبيت التاريخ؟ طبعا. ايه اللي حببك في التاريخ؟ لا انا اصلا طول عمري شايف ان التاريخ ليس علما سرديا، لكنه علم بجد، يعني هو علم المستقبل. لان احنا مش ممكن يبقى لنا مستقبل من غير ما نعرف تاريخنا، بدون ماضي وبدون حاضر. صح. وهي حلقات متصله. فبدات تستهويني الشخصيات. حتى انا الدكتوراه بتاعتي كانت عن شخصيه، لان انا مؤمن تماما ان الفرد له دور كبير جدا في تحريك المجموع. أيوة. وفي تغيير المجتمع. عشان كده المفكرين، الساسه، اي حد له قدره على ان هو يطرح نفسه خارج الاطار الضيق الفردي، بحيث يبقى في تلاحم بين الفكر الفردي لمصلحه المجموع. دي نعم. فمن وانا صغير وانا هرجع تاني لو احنا صغيرين لما رجعنا مصر. يعني حضرتك ما حكيتليش حاجات كتير عن المغرب، بس ممكن لا ازاي؟ لا يعني المغرب والدي كان من مؤسسين لجامعه محمد الخامس. كانت المغرب لسه مستقله يعني وكده. فكان من الكوادر الاولانيه هو كان استاذ جامعي ولا كان محاسبه هو اصلا. وبعدين بعد كده خدوه، دي بقى اللي نقلتنا من الرباط لكازابلانكا للدار البيضاء، انه خدوه يشرف على قطاع الرياضيات في المملكه كلها. تمام. هي المملكه المغربيه. وحتى انا لحد دلوقتي محتفظ بالخطابات اللي جات لي من وزير التعليم والشبيبه والرياضه. كانوا الثلاثه في وزاره واحده يعني، اللي هي الشباب يعني. أيوة. والمدير او رئيس الديوان الملكي، انا ما اعرفش اللقب بتاعه بالظبط، بس المعني بالديوان الملكي. أيوة. الاثنين دول بعتوا لي
مش بعتولي، انا بعته للاسره يعني، انا كنت صغير بس انا احتفظت بالحاجات دي. علاقتك بالاطفال والاصدقاء في المدرسه في المغرب، وخاصه انه المغرب رغم ان هم يتحدثوا عربي بس بيبقى محتاج مجهود بالنسبه لنا لا احنا احنا خلاص كمصريين، يعني، ما هو بس الواحد كنت تعرف تتكلم زيهم؟ اه طبعا وللان. انا آه. كنت في برنامج تلفزيوني مره، وحد يعني كان بتليفونات وكده، فسبحان الله حد اتكلم من المغرب، فالمذيع ما كانش متابع. ايوه مش قادر، لا اصل هو محتاج تركيز عالي قوي. انا اللي رديت، وحد اتكلم من السعوديه، فانا برضو اللي رديت. هي بتبقى السعوديه يعني لا ما يعني واضحه الى حد كبير. لا بس اللهجات، اصل المشكله كلها احنا اتربينا على ان من ضمن عوامل اللحمه العربيه اللغه. طبعا اللي انا بتكلم عنه دايما المشكله في اللهجات. اللهجات صعب جدا، ده احنا حتى جوه البلد الواحد صحيح في بعض الصعيدي غير البحري غير يعني غير اهل سينا غير اهل سيوه. ده وضع طبيعي جدا ده يعني. حقيقي. ولان لما انا بقول لحضرتك انه المغرب بيتكلموا عربي بس اللهجه بتاعتهم صعبه علينا. مش انا بحبها بصراحه عشان اخدت عليها يعني فعملت صداقات عادي في المدرسه. حتى انا ما سافرتش الشام لحد دلوقتي، لكن انا مثلا كنت من عشاق بعض المسلسلات السوريه العاميه. ايوه مش هم شطار في اللغه العربيه، الدراما بتاع اللي بالعربيه الفصحى، لكن انا بتكلم على العاميه. ايوه وبالذات لما تكون حاجه كوميدي، وقع الطرفه علينا ممكن اقول حاجه عنده في المجتمع احنا ما نفهمهاش. أيوة. ده بيخلي الواحد يتابع. هي القضيه ببساطه شديده ان كل ما الواحد راح مكان واحتك باهله وتعلم لغته، ايوه الحقيقه بيحسسه بالامان اكتر طبعا. وعدم الغربه. صحيح. بس كنت بترجع البيت تتكلم مصري عادي؟ مصري طبعا. يعني ما حسيتش بمشكله لما رجعت من المغرب على مصر في على اللغه العربيه في الاول؟ يعني انا دلوقتي بكتب مقالات في الصحف السياره، والبعض بيدعي ان اسلوبي مزعج شويه او يعني صعب شويه، لان انا بحب العربيه بامانه. هناك ما كنتش بتاخد لغه عربيه؟ لا، كان المدرسه الفرنساوي كانوا الطلبه العرب عاملين لهم يوم الجمعه حصه كده، مش داخله في الدرجات ولا حاجه، لكن عشان يتعلموا عربي. طبعا احنا كنا بنفضل نروحها عشان لو قعدنا في البيت هيخلونا نذاكر، ففرصه يعني نروح. لما رجعت طنطا كملت فرنساوي ولا ما كانش فيه؟ هو لا كان في دي في سنه الوالد كان راح منحه دراسيه في اسبانيا، فنزلنا مصر. اختي راحت وانا رحت. دي يعني وكان برضو لازم اقول حاجه، كان في جوه المدرسه كنيسه، وكنا يوم الحد نحترم طبعا زمايلنا لما بيطلعوا ويصلوا ويرجعوا. لا المدرسه كانت زمان مؤسسه تنشئه حقيقيه، فكانت بتخرج فعلا. صح. عشان كده كان مجانيه التعليم ادت فرصه لابناء الطبقات المتوسطه او ما هي ادنى يحصلوا على تعليم جيد، ان هم تخاطب فيهم فكره الشخصيه. فطلعت النماذج اللي هي قادت مصر فكريا وثقافيا وسياسيا خلال فتره من بعد 52، ده اللي اقصده. لكن قبل كده كان التعليم له برضه تاثيره، والمجتمع كان عنده ثقل ثقافي استمر فتره كبيره جدا. انا لا انعي على مؤسساتنا دلوقتي انها مش مؤثره بنفس الدرجه، لكن ده الطبيعي، لان انت احنا كنا كام مليون يا فندم والنهارده احنا كام مليون يا فندم؟ لا الرياده مرحليه. انت بتحطي الاسس لاي حد بيستعين بيكي، وبعدين بتقولي له انطلق انت، طلع بقى صحيح. الناس اللي عندك. صحيح. فدي محسوبه لمصر. ايوه. ومحسوبه لمؤسساتنا التعليميه. انا دايما افتخر ان انا نتاج المؤسسات التعليميه المصريه المجانيه. ايوه. انا هرجع تاني للمرحله دي بقى، وهوايات حضرتك كانت ايه في هذه المرحله؟ بما انك كنت مقرر من بدري انك هتدخل اداب وتاريخ،
كان ايه هواياتك كطفل بقى في مرحله القراءه وطبعا كره القدم ده كانت بشكل اساسي. يعني انا لعبت منتخب جامعه يعني، وكان معايا لا ده كان حتى في فتره مرحله المدرسه الاعدادي والثانوي. الاعدادي والثانوي كنت في فرق الفصل يعني التنافسيه. وطبعا المسابقات الثقافيه اللي كانت بتتعمل، وكنت في فريق اوائل الطلبه. حاجات كده يعني كلها بتشير لقيمه التميز ما دامك تستحقيه. ايوه يعني انا دايما حتى لحد دلوقتي بقول لطلابي وتلامذتي الحقيقه يعني ثق في نفسك وفي قدراتك، بس تكون على حق. اصل هي اسوأ حاجه ايه اللي بتأدي بالفرد وطبعا المجتمع لو تصدر المشهد عن غير حق، ان امكانياته لا تتفق مع طموحاته. فالخلل بيحدث من هنا. لكن لو كل واحد ادرك طبيعه قدراته وامكانياته ووظفها لتحقيق طموحاته، هيبقى في نسبه الاسوياء في المجتمع هتبقى عاليه، وبالتالي هيبقى المجتمع عافي. لكن هي اسوأ حاجه ان يوسد الامر لغير اهله. طبعا ده حقيقي. هل كنت شاطر في المدرسه؟ يعني رغم يعني كليه الاداب زمان ما كانتش بتاخد مجموع كبير زي دلوقتي. دلوقتي بقت يعني من تعد من كليات القمه. بس زمان كانت الى حد ما مجموعها في المتوسط، مش مجموع قليل بس في المتوسط. كان مرحله ثانيه دايما. بالظبط. لا انا كنت الاول، انا كنت الاول على مدرستي في الثانويه العامه الحمد لله. ده احنا كنا شاطرين. وكنت علمي ولا ادبي؟ لا كنت قرار ادبي. يعني اساتذتي الحقيقه بتوع المواد العلميه كانوا متفقين معايا. انت مالكش علمي معانا. ينجحوني في اعمال السنه يعني يدعموني بالدرجات عشان ما يشوفوش وشي في علمي. وانا كنت واخد قرار يعني لان انا ما يعني كنت شايف ان تركيبتي الذهنيه والفكريه وده في كتير من زمايلي عانوا منه، ان هم كانوا ضحيه رغبه الاهل في وكتوبه كليات القمه. صحيح. يعني عايزك تطلع مهندس، عايزك تطلع دكتور. طب هو دي مش قدراته. ايوه. يعني طبيب فاشل ولا مدرس ناجح او كاتب او صحفي او لا. يعني هي ده اللي بقول لحضرتك عليه، فكره التوازن بين القدرات وده. فانا كنت حابب ادبي وحابب ان انا ادخل تاريخ، وعشان كل درجاتي في التاريخ كانت يعني قرب الفول مارك يعني. ولما اتخرجت من الجامعه كنت اول دفعتي اللي هي كانت اول دفعه في اداب طنطا. كنت الاول على اول دفعه. ايا كانت الظروف بقى الله يرحم كان السبب اللي ما رضاش يعيني معيد، علشان النقطه اللي بقول لحضرتك عليها ان اسئلته كتير. ففي ناس بتضيق بده، وانا كنت صغير مش فاهم ازاي الواحد يتعامل مع بعض الكبار يعني. لكن الحقيقه برضو لازم اقول حاجه، ان دايما علمونا في الامثال العاديه بتاعتنا ان ربنا بيقطع من حته ويوصل طبعا طبعا. فبنفس القدر اللي في حد ما كانش طايق بس حضرتك يعني حاطط الهدف قدامك انك عايز تبقى معيد في الجامعه تاخد السلك تمام. وفي اداب طنطا لما ما حصلش ده ما انا بقول لحضرتك بقى البديل اللي ربنا قيده كان استاذ ليا رحمه الله عليه الدكتور محمد بيومي مهران. كان بيجي لنا من اسكندريه، ما كانش عندنا ستاف، كان اغلبهم بيجوا من الجامعات الاخرى. ايوه. فدي كانت ميزه كبيره ان احنا شفنا اسماء واساتذه. الحقيقه البعض منهم شرفوني بصداقتهم بعد كده لما بقيت في زميل يعني مش عايز اقول زميل انا يعني لكن في نفس المجال يعني. هذا الرجل رحمه الله عليه اخذني اسكندريه كطالب دراسات عليا، وكان في منح زمان. انا هتوقف عند دي عشان نطلع فاصل وتحكي لي بقى تفصيلا ايه اللي حصل في جامعه اسكندريه لا بعد ما اتخرجت. خليكم معانا مشاهدينا، نطلع لفاصل ونرجع لكم على طول. اهلا بحضراتكم مشاهدينا مره ثانيه، برحب بيكم ومره ثانيه برحب بضيفنا ونجمنا ليه النهارده الاستاذ الدكتور حسن السعدي، استاذ التاريخ القديم والحضاره المتفرغ بقسم التاريخ والاثار اداب الاسكندريه. برحب بحضرتك معانا يا دكتور مره ثانيه. الله يخليك. قبل الفاصل كنا توقفنا عند الكلام ان احنا اتخرجنا من كليه الاداب جامعه طنطا، ما حصلش نصيب انك تبقى
معيد في هذه الجامعة، لكن ربنا وفقك في انك تروح لجامعة اسكندرية، آداب اسكندرية، بتبدأ بقى الدراسات العليا. رسالة الماجستير بتبقى أول حاجة، مش كده؟ كانت عن موضوع جميل خاص بالمحافظين في مصر الفرعونية. تمام. وحتى بعد كده طبعتها في ككتاب كتاب. يعني. تمام. وبعدين الدكتوراه. بعد الماجستير الحقيقة اتعمل لي إعلان لتعيين مدرس مساعد. عقبه بعثة لإنجلترا. هايل. كانت إشراف مشترك يعني نسافر ندرس ونناقش في مصر. تمام. فرحت ليفربول وبرضه كان اختياري. ايوه. لأني فترة الرعامسة يعني عراب الرعامسة في العالم كله هو بروفيسور كيتشن. ده راجل الحقيقة أنا اتعلمت منه كتير وتعلمت من الجامعة دي كتير الحقيقة. قعدنا كام سنة هناك؟ قعدت سنتين. بس رحت 6 مرات بعد كده. منها منحة أصدرت كتاب نشر في يعني دار من أكبر دور النشر البريطانية. وده كان توفيق ربنا ودعم من الأستاذ ده. عشان كده دايما بقول إن الدور الحقيقي للأستاذ هو استمرارية التعامل مع تلامذته حتى لو بقوا أساتذة وبدأوا هم ياخدوا الأدوار. طبعا. لأن كل مرحلة أنت بتحتاجي خبرة مستوى معين. يعني وأنا صغير في بداية حياتي ممكن في بعض الخبرات أخدها من زميل سبقني بمرحلة. لكن كل ما الواحد بيكبر الحقيقة التعامل مع الكبار بيبقى مهم جدا. طبعا. فهو بروفيسور كيتشن الحقيقة ربنا يديله الصحة يعني كان داعم والحقيقة له فضل كبير عليا. ودايما أقول يعني أن إذا كنت في يوم من الأيام هعمل اسم كويس في المجال فهو أحد الأسباب الرئيسية بصراحة. ده هايل. بعد ما رجعنا وناقشنا الدكتوراه وخلاص ثبتنا أقدامنا بقى في جامعة الإسكندرية، كلية الآداب أيضا، قسم التاريخ. طبعا شرفت بأن أنا القسم اللي كنت باجي ضيف يأتي عليا زمن أبقى رئيسه. والكلية اللي كنت باجيها ضيف جه عليا زمن أن أنا بقيت أحد وكلائها في فترة من فترات. والجامعة برضو اللي كنت باجيها ضيف يعني الحقيقة أكرمتني بكثير من المهام. وفي نفس الوقت أنا برضو ما خذلتهاش. الحمد لله. وأصبحت من الأسماء سواء في الكلية. يعني ما تعرفي حضرتك أن كلية الآداب 9 من ضمنهم العبد لله عبر تاريخها الممتد لأكثر من 78 سنة. يعني 9 ياخدوا جائزة دولة تقديرية، 4 آداب و4 علوم اجتماعية والعبد لله. فدي يعني انت بتعملي هنا بقى ريكورد، بتكتبي تاريخ طبعا، وبتبقي جزء من التاريخ المضيء لهذه الجامعة يعني. الحمد لله. وده أنا ده يشرفني. يعني الجامعة بتشرفني باسمها قبل ما أكون أنا أحد اللي تميزوا من بين أبنائها. نعم. زي ما سافرنا في بعثة أو في منحة، في كمان إعارة حضرتك سافرت فيها. يعني أنا اشتغلت الفترة المسموح بها للإعارة الرسمية يعني كانت في المملكة العربية السعودية. ودي فترة الحياة ثرية بالنسبة لي جدا، لأني أنا رحت المملكة بمنظور مختلف زي طبيعتي يعني إن أنا طبيعة استكشافية. أيوه. فالمجتمع السعودي كان بالنسبة لي وأنا صغير غامض شوية. يعني كنت أعرفه من خلال، ودي نقطة مهمة جدا، من خلال محمد عبده وطلال مداح فقط. الفن أصله سفير كل العالم. لا طبعا. وأنا من محبيهم يعني الاثنين الحقيقة. زائد بقى لما رحت طبعا بقى كان في راشد الماجد وغيره وكنت سعيد بده. وكنت حاسس ان عندها طاقات لابد ان يتم استثمارها وانها تسفر عن وجه السعوديه الحقيقي. وده اللي حصل اليومين دول او من فتره يعني لما تم اعاده صياغه او بيتم اعاده صياغه المجتمع السعودي بشكل متوازن بين كل عناصره. فانا سعيد بده الحقيقه، لان انا رحتها مرتين في مناسبات مختلفه بمدد مش قصيره.
فانا سعيد ان ما تقوم به المملكه هو قيمه موجبه الحقيقه للعقل العربي وللنشاط العربي، شريطه ان الاخرين يكونوا اكثر تسامحا، لاني ما اعرفش بينكروا عليها ليه ده. الحاجه الثانيه اللي اتمناها الحقيقه ان المغرب العربي يقترب مننا شويه. أيوة. انا ليا اصدقاء الحقيقه في تونس والمغرب بحكم الزماله وكده، ربما الجزائر يعني ما اتشرفتش قوي، لكن اتمنى ان دول مع الجار الليبي يعني قربوا من بقيه الامه العربيه شويه، لان ده هيفرق كتير. المغرب ما زالت بالنسبه لنا منطقه تحتاج اعاده اكتشاف. نعم بجد والله. نعم. المغرب الكبير حضرتك يعني. كمان ذكرت خلال حديثك انك رجعت انجلترا كمان كذا مرة. يعني منها مره اخذت منحه لعمل الكتاب ده يعني من احدى المؤسسات هناك تبع جامعه اوكسفورد، بس انا طلبت ان يكون الشغل والاقامه في ليفربول، يعني الشغل العلمي. حبيت المكان له ذكريات. ليفربول اصلها بالنسبه لي برضو كانت مرحله نقطه تحول غير طبيعيه طبعا، وفيها كمان حاجه يعني، ولو اني ما بحبش يعني ارخي بعض الاستار الحزن يعني، لكن انا بنتي الكبيره توفيت ومدفونه هناك. فدي كلها بتعمل نوع من انواع يعني زي ما والدي ما هو مدفون في المغرب، فبتعمل دايما فيه حاله وجدانيه مستدامه طبعا في داخل الواحد يعني طبعا. وانه يتمنى في اي وقت يروح يزور الاماكن دي عشان يزور الحبايب واسترجاع الذكريات يعني. يعني ما من شك ان ليفربول بالنسبه لي كانت نقله غير طبيعيه. انا في رايي الشخصي، لاني اوروبا اللي كنت بقرا عنها في كتابات توفيق الحكيم مثلا او طه حسين لما راح فرنسا واكون انا في هذا المجتمع وادخله باستكشاف مفاهيمه. يعني انا مش رايح بمفاهيمي أيوة. علشان افضل منغلق لحد ما انهي مهمتي وارجع. لا، انا كنت شايف ان التعامل ان البعثة في النهاية هي برضو لإضافة بعد جديد عند المبعوث عشان لما يرجع يكون أستاذ جامعي حقيقي. ده حقيقي. وده اللي بفتقده كتير من المبعوثين، وده اللي المفروض التركيز عليه، لأن العلم متاح لكن الشخصية الأكاديمية غير متاحة. ده حقيقي. دي عايزة تركيبة طبعا. خاصة يعني. طبعا. محطات مختلفة بحاول بقدر الإمكان يعني احنا اتكلمنا عن إعارة السعودية وكان في إعارة تانية. ما هم يعني ما هي احنا لنا مدة معينة في العمل المهني، فاشتغلت شوية في جدة واشتغلت في المدينة المنورة. تمام. حضرتك كمان كان عندك عضوية في عدد من الجمعيات العلمية والثقافية. طبعا ده مهم جدا. ده من ضمن المحطات المهمة. قد إيه استفدت منها من العضويات؟ هي ميزة الجمعيات العلمية حاجتين. اولا يعني توسيع دائره التعارف مع الزملاء، والحاجه الثانيه منافذ النشر والقاء المحاضرات والندوات وما الى ذلك. فبتبقى نافذه بتطل بيها من خارج الجامعه على تخصصك او ما يقدمه الاخرين في مجال التخصص. نعم. يعني بيبقى الاحتكاك فيها راقي جدا ورائع طبعا. وما فيهاش الضغوط بتاعه العمل الجامعي اليومي او شيء من هذا القبيل. أيوة. فالجمعيات العلميه الحقيقه انا يعني عضو بشرف بالجمعيه المصريه للاستكشافات الاثريه في لندن، ودي من اقدم الجمعيات. الجمعيه الاثريه في اسكندريه من اقدم الجمعيات الحقيقه، وتوفر عليها اجانب لحد ما بدأ المصريين الحقيقه يقومون برئاستها. وموجود دلوقتي فيها زميلة عزيزة أول سيدة ترأس جمعية الآثار اليونانية في اسكندرية، الدكتورة منى حجاج، ودي برضو من الزملاء الحقيقة مش هقول الواعدين بقى، أصحاب الخبرات والثقل اللي مثلا من توج مجهودهم غير جائزة الدولة للتفوق. أيوة. اللي أنا كنت خدتها كأول واحد في آداب اسكندرية. إن هي برضو كانت من ضمن المجموعة اللي توفرت على تقديم متحف اسكندرية بالشكل اللائق لما تم
لما رئيس الوزراء افتتحه الاسبوع الماضي. نعم. من المحطات ايضا المهمه يا دكتور توليك منصب المدير التنفيذي لبرنامج التعليم الدولي بجامعه الاسكندريه. ده احنا كانت جامعه اسكندريه في فتره من الفترات من يعني الرئيس جمال عبد الناصر كان عمل فرع لجامعه اسكندريه في بيروت، وزي ما كان لجامعه القاهره فرع في الخرطوم. وده الحقيقه جزء من برضه من الرؤيه السياسيه للدور القيادي المصري، الدور الناعم. ايوه. ف في فتره من فترات ايا كانت الاسباب يعني بيروت استقلت، فالمرحله دي فيها طلبه واحنا مسؤولين عن مستقبلهم وكان في برضه ظروف سياسيه في مصر ما كانتش كويسه في 2010 او اسف 11 وكده. فالطلبه دول كانوا موجودين، فكان لازم يتوجد لهم صيغه. صحيح. فتم عمل ده واتقبل بعض الطلاب وكان قياده المكان ما بين التجاره والحقوق والاداب. فالزميل في كليه التجاره رحمه الله عليه الدكتور سمير كامل مسك في الاول، وبعدين مسكت انا وقعدت الدورتين الحقيقه لحد ما جه السفر المدينه المنوره، وبعدين مسكتها زميله من كليه الحقوق. لكن اتصفى النظام ده، وكان ممكن كان يكون نواه لجامعه اهليه او حاجه، لكن هو كان مخرج كويس. صحيح. بالنسبه لولادنا من ناحيه، وكان ايضا فرصه لبعض الطلاب العرب ان هم يكونوا موجودين فيه. فانا سعيد بيه لاني كرمت فيه ايامها من القنصليه السعوديه في الاسكندريه، ومنحوني درع القنصليه لجهودي. بما ان حضرتك ذكرت التكريم بقى، هسألك لازم على طول هذا المشوار عن الجوائز والتكريمات اللي حضرتك حصلت. والله الحمد لله يعني انا ببقى سعيد بيها طبعا، لاني بحس ان اول جايزه كانت ايه؟ اول جايزه وانا طالب في الكليه طبعا كان الطالب المثالي. يعني انا اخدت 4 سنين الطالب المثالي. كانت الطالبه المثاليه بتتغير بس انا ثابت، ما تسالنيش ازاي، لكن ده اللي حصل. كانوا بيعملوا لنا مسابقات كده، وكان ربنا بيوفقني يعني. زائد طبعا التفوق الدراسي. خدت برضو مركز على مستوى الجامعه في الابحاث، كنت عامل حاجه عن قضيه فلسطين، بحث خدت عليه المركز الثاني على ما اعتقد. واخدت في ليفربول من اتحاد الدارسين المصريين برضو المركز الاول في المقال السياسي. هايل. دي كلها بشهادات تقدير، ويعني مش كتير، كان فيها مكافآت ماليه ما اعرفش ليه، بس مش مهم يعني. التقدير المعنوي يا فندم. والله هو التقدير معنوي كويس بس مش دايما يعني. بعد التخرج خدت جايزه الجامعه للتميز العلمي سنه 2010. وبعدين كان جايزه التفوق بتاعه الدوله اتعملت من سنه 98. في 2014 ربنا وفقني ان انا اكون اول واحد ياخدها في كليه الاداب. بعدها في 2 زملاء بعد كده. ايوه. حد يعني دكتوره منى حجاج اللي بقول لحضرتك عليها في الاداب في العلوم الاجتماعيه، وحد في الفنون، حد من شباب قسم المسرح دكتور جمال ياقوت. ده بالنسبه للتفوق يعني. تمام. فكنت انا يعني الحقيقه برضو سعيد ان انا جبتها للكليه او اوليه طبعا. ايوه. 2014. وبعدين فضلت بقى في موضوع التفوق ده، من التفوق لحد التقديريه. لكن بين ده وده، بين كل ده، كان افضل جايزه بستشعرها الحقيقه يعني. أيوة. هي عرفان بعض الطلاب وبعض الزملاء بالمجهود بالقيمه الحقيقيه طبعا للمجهود المبذول. طبعا في اي حته في الدنيا في ناس بيبقوا انجراتيتيود، بيبقوا ناكرين للجميل ده، بس هو مش جميل. يعني انا بعتبر ان انا لما بأدي دوري أيوة. ما بقولش انا اديت لفلان ماجستير او دكتوراه او درست لفلان، لكن ده جزء من واجبي. لكن لما بلاقي حد مستشعر حجم التفاني في التعامل وانك بتعاملي الطالب بتاعك
ببعد انساني، لا طبعا انا ببقى طبعا. سعيد لما بقابل حد حتى بعد كده يقول لي انت كنت درست لي، انت كذا. الحاجات دي الحقيقه هي التقدير الحقيقي. نعم. لكن التقدير اللي بيجي من المؤسسي عن الجامعه والدوله، لاني انا عندي شهادات تقدير كتيره حتى من طبعا من جامعه طيبه وقبل كده من كليه المعلمات في جده، لان انا شاركت في مناسبات في المملكه، والناس قدرونا معنويا بالشكل اللي انا كنت سعيد بيه. تمام. انا شايف الحقيقه اني طول ما الواحد متواجد وله قدره وقيمته الادبيه والمهنيه اللي هي كل مدى بتزيد مش بتقل، انا بعتبر ان ده الحقيقه طبعا تقدير مستدام، الى جانب طبعا محطات اللي سيادتك اتفضلتي بيها. ده حقيقي. بخلال هذا المشوار اللي يمكن لحقنا ناخد منه مقتطفات وتقلد حضرتك للعديد من المناصب، الصعوبات اللي ممكن نتكلم فيها النهارده سريعا اللي ممكن تكون واجهتك خلال هذا المشوار الحافل. اولا اول حاجه بتعيق اي حد عنده رغبه في انه ينتقل بالمكان اللي هو فيه وفقا لمسؤولياته، هي التعامل مع النفوس الضعيفه. طبعا. شوفي حضرتك، المعوقات الاداريه لو عندك رؤيه تقدري تتغلبي عليها. النواحي الماديه لو عندك اتصالات وقدره على الموائمه بين الدخل والمنصرف وحاجات زي كده تقدري تتغلبي عليها. لما يكون عندك موضوعيه في اختيار المعاونين بتقدري تنجحي. أيوة. كل ده كوم واصحاب النفوس الضعيفه طبعا. كل العداوات قد ترجى ازالتها الا عداوه من عاداك عن حسدي. طب قدرت تتغلب عليها ازاي يا دكتور؟ شوفي حضرتك، في يعني الكبر على اهل الكبر صدقه. تاني حاجه التجاهل، ده علاج فعال جدا. طبعا. تالت حاجه الرد بالانجاز. ده اهم بقى من يعني كل ده حاجات شخصيه يمكن الشخص ما يدركهاش، لكن اقصى حاجه تضايق اللي متضايق من وجودك انك تنجحي قصاده. طبعا. وده انا مش انا اللي بعمله، هو توفيق ربنا من ناحيه، طبعا. ومن ناحيه تانية ان انا ما بشغلش بالي بيه بالجوانب دي. ليه؟ لانها معوقه. صحيح. ياما ناس قدراتهم ضاعت في الصراعات والمشاحنات. ده حقيقة. لكن في المقابل الواحد لا يكون رخو فيطوى ولا جامد فيكسر. ده حقيقي. قبل ما نختم لقائنا مع حضرتك لازم تكلمني كمان عن الأسرة الصغيرة بقى، الأسرة حاجة اللي أكيد داعمة في مراحل مختلفة وكثيرة. زوجتي دكتورة ماجدة جادي، أستاذ في كلية الآثار جامعة القاهرة. ده نفس يعني يعني نكمل بعض. أيوة. هي آثار وأنا تاريخ، الاثنين في الاريا بتاعة التاريخ القديم. فده جانب. يعني عندكم أرض مشتركة كبيرة. والله الحمد لله يعني. يعني في نقاط للحوار، ما تشعروش بالملل. في الحقيقة لأني مهم جدا التفاهم الذهني يعني طبعا. في مجال التخصص نمرة 1 وفي حقيقة. الشؤون العامة. طبعا عندي 3 نجوم في حياتي ساطعة جدا، بفخر بيهم. عندي الدكتورة إسراء، طبيبة أسنان. عندي الجميلة آلاء، دي خريجة فنون جميلة لكن غاوية خدمة عملاء واحتكاك بجمهور وحاجات زي كده. أيوة. يعني موارد بشرية وما إلى ذلك. وعندي بقى الغالي الصغير مؤيد، ده في آخر سنة في كلية الإعلام، وهو غاوي الحقيقة وبيعجبني فيه انه صاحب قرار زي باباه. يعني هو اللي بيختار لنفسه وانا بقعد اتفرج وببقى سعيد جدا. أيوة. يعني الكل بيتهافت انه يبقى قصاد الكاميرا، ودي حاجه لطيفه. هو عايز يبقى ورا الكاميرا، يبقى ورا الكاميرا. فتره من فترات لقى ان هو موهبته الفنيه، لان الاولاد دول من هم اطفال كانوا بيجوا معايا الموسيقى العربيه وحاجات زي كده. فبدأ يعمل لنفسه فرقة موسيقية مثلا. بنتي الكبيرة إلى جانب طب الأسنان اللي بتمارسه كمهنة بتعمل ماجستير في الصحة العامة مثلا، ومع جامعة أجنبية. أيوة. بالمراسلة.
زي ما قلت لحضرتك آلاء اللي هي الابنه الوسطى يعني، رغم انها فنون جميله وكده، لكن لقت في نفسها القدره على التعامل مع الجمهور اللي هي كتير بيهربوا منه. فانا شايف ان هم كانوا يعني بينطلقوا من منطلقات خاصه بيهم، انا ببقى سعيد بيها ان هي قرارهم. بس غريبة قوي يا دكتور انه يعني اثار وتاريخ، وده اكيد حديث منتشر ومتواصل من بداية الزواج، فالاولاد طلعوا بيسمعوا ده طول الوقت، ومع ذلك هم بعد فنون جميلة لا هم يحبوا يسمعوا التعليقات يعني. يعني حتى انا قريب كنت مع بنتي كبيرة في مناقشة على الاوضاع اللي بتحصل دلوقتي في يعني ربنا يحفظ اخواننا في غزة ويزيل الغمة دي. فكنت بفهمها ان البعد التاريخي للقضية اللي الناس بتغفله، واللي مرتبط ايضا ببعض الجوانب الدينية لدى الوجدان اليهودي، دي كل دي لازم واحنا بنتعامل مع القضية ما نغفلهاش، لانها من خلالها تقدري تنفذي لحلول كتيرة محتاجين نفهمها علشان نقدر نحطها ضمن معطيات الحل. فالمناقشات دي خلت قدرتهم على الحوار عالية جدا، وساعتها يعني اندم ان انا عودتهم على كده ديمقراطي، لكن ماشي الحال. عندي اللي لا يمكن ان انا اتجاهلهم طبعا، يوسف ولارا دول احفادي، دول بقى اللي هم يعني حسسوني بجمال مراحل الحياة لما يعاد تجديدها في نفس الواحد بوجود الأحفاد. أيوة. فالحقيقة أنا بحمد الله إنسان ناجح، مش عايز أقول محظوظ، لكن إذا كان توفيق ربنا هو الحظ عند البعض، فأنا محظوظ بتوفيق الله، ناجح بتوفيق الله. أما مجهودي فكان بدعم من المولى سبحانه وتعالى. الحمد لله يا دكتور، الحمد لله. أسرة طيبة الحمد لله، من بلد طيب، طنطا دي لا أنساها أبدا. فالحمد لله يعني الحمد لله يعني الحمد لله على وجودك معانا النهارده. وده كل ده المحصلة دي هي اللي جابتني النهارده. يا أهلا بيك، نورتنا الأستاذ الدكتور حسن السعدي، أستاذ التاريخ القديم والحضارة المتفرغ بقسم التاريخ والآثار آداب الإسكندرية، والحاصل طبعا على جائزة الدولة التقديرية لعام 2023. بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا النهارده. شكرا. وبشكركم مشاهدينا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.